حطم أبنائك بضربهم. أنا أم البنتين في سن المراهقة، للأسف ضربتهم كتير من وهم صغيرين من كتر عندهم واستفزازهم، وكمان لاحظت إنهم ما بقوش يسمعوا كلامي تقريبا غير لما أضربهم. بستخدم وسيلة الضرب دي أحيانا لما بلاقيهم قاعدين على الموبايل كتير، ولما الاقيهم مش بيذاكروا خالص، وساعات بصراحة بتجيب نتيجة. حتى الصلاة بقيت ساعات أضربهم عشانها لما الاقيهم مهملين فيها ومش عايزين ينتظموا عليها. أنا لاحظت إن بناتي بقوا عصبيين، وكمان بقوا يكذبوا عليا كتير. ساعات بحس اني بقيت ام فاشله وببعد بناتي عني بايدي، بس ساعات بحس اني لو ما عملتش كده مستقبلهم هيضيع ومش هيعملوا حاجه نافعه. البنات ابتدوا يبعدوا عني وما بقوش يحكوا لي حاجه تقريبا، وبحسهم مغصوبين ان هم يقعدوا معايا. انا فعلا نفسي ابطل ضرب فيهم، بس مش عارفه ازاي اقدر اربيهم كويس من غير ما اضربهم. اعمل ايه عشان اصلح غلطتي؟ منظمة الصحة العالمية نشرت تقرير مرعب عن دراسة اتعملت في 56 دولة. لقوا ان حوالي 60% من الأطفال من عمر 2 ل 14 سنة بيتضربوا من أولياء أمورهم بشكل مستمر، سواء الأسر دي كانت غنية أو كانت فقيرة. حضراتكم متخيلين الكارثة؟ 6 من كل 10 ولاد بيتضربوا، وثانية واحدة مش بيتضربوا كده في لحظة انهيار عصبي من الأب أو الأم فقدوا أعصابهم ولا أولادهم استفزوهم، لأ، ضرب بشكل مستمر، عقاب بدني منتظم. حضراتكم متخيلين المعاناة اللي بيمر بيها الولاد والبنات دول؟ طب ليه في أهالي بيضربوا ولادهم؟ ل3 أسباب. أول سبب موروث اجتماعي. بعض الآباء والأمهات اللي اتضربوا وهم صغيرين بيقولوا ما احنا اتضربنا وطلعنا زي الفل. لا، مش لازم على فكرة. ممكن حضرتك أو حضرتك تبقوا بتعانوا من مشاكل في شخصياتكم وفي فقدان بعض المهارات الاجتماعية حصلت لكم بسبب الضرب اللي انتوا اتضربتوه وانتوا صغيرين وانتوا مش عارفين، زي العصبية أو الميل للعنف أو التهرب من المشاكل وعدم مواجهتها. كل دي مشاكل ممكن تبقى جواك بسبب الضرب اللي انت اتضربته وانت مش عارف. وتاني حاجة، الضغط العصبي. بعض الأهالي مضغوطين جدا بسبب المشاكل العامة اللي كلنا عايشينها أو المشاكل الخاصة اللي ممكن تبقى في بيوتنا، زي مثلا الحالة الاقتصادية أو أي مشاكل مرضية أو أكاديمية في البيوت. وثالث حاجة، استفزاز الأبناء. تعالوا نتفق إن أحيانا ولادنا وبناتنا بيعملوا تصرفات بتستفزنا، وبعض الأهالي بيكونوا غير قادرين على التحكم في غضبهم وبيستفزوا بسرعة فبيضربوا الولاد والبنات دول. طب ليه الضرب بيحطم الأبناء؟ إيه هي التبعات السيئة للضرب على أولادنا؟ الضرب ليه تبعات سيئة كتير على أبنائنا. هقول لحضراتكم 4 حاجات. أول حاجة، مشاكل نفسية. الضرب ممكن يؤدي لمشاكل نفسية كتير أو اضطرابات سلوكية أو حاجات زي القلق والتوتر والعصبية والعنف واليأس واحتقار الذات. تاني حاجة، صعوبات في المهارات الاجتماعية. الضرب ممكن يعمل مشاكل عند ولادنا في تعلمهم للمهارات الاجتماعية. المهارات الاجتماعية المهمة جدا في بناء علاقاتهم بعد كده، وده بيعمل لهم مشاكل في بناء العلاقات السوية في حياتهم. بعض الولاد والبنات اللي اتضربوا وهم صغيرين لما بيكبروا مش بيعرفوا يكونوا علاقات سوية مع اللي حواليهم. وثالث حاجة، تأثر المستوى الأكاديمي. بعض الولاد والبنات لما بيتضربوا مستواهم الأكاديمي، مستواهم في الدراسة بيتأثر سلبا طبعا، لأن من أسباب الضرب اللي هم بيتضربوه تقصيرهم في المذاكرة اللي هي أصلا واجب سخيف وتقيل عليهم، فلما بيتضربوا بسببها بيكرهوها أكتر ومستواهم الأكاديمي بيتأثر أكتر وأكتر. ورابع حاجة، الأفكار. بعض الولاد والبنات لما بيتضربوا أفكارهم عن نفسهم بتكون سيئة وسلبية جدا. دماغهم بتتملي أفكار من نوعية إنهم وحشين، إنهم ما يستحقوش، إن ما فيش فايدة فيهم مهما عملوا. كلها أفكار سلبية جدا. يستحيل إنسان يكبر ويبقى سوي وفعال في حياته من غير ما يتعافى منها ولا يتخطى الأفكار دي. ليه يا جماعة؟ ليه ممكن نعرض ولادنا وبناتنا اللي حتة مننا لكل المعاناة النفسية دي؟ طب أعمل إيه؟ إزاي أرجع أبني تاني علاقتي مع أولادي وأصلح غلطتي في موضوع الضرب؟ هقول لحضراتكم 4 نصايح. أول حاجة، راجعي نفسك. افتكري إن الضرب ده جرم في حق أولادك واعتداء على حرمة أجسامهم، والضرب عمره ما كان وسيلة تربية ولا تعليم سوية، لأن لو كان الضرب ده مفيد كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أقره. وحضراتكم كلكم عارفين إن النبي عليه الصلاة والسلام عمره ما ضرب شيء، مش ضرب إنسان. تاني حاجة، روحي للمتخصصين. لو حاسة إن عصبيتك وغضبك اللي بتطلعيهم في ضرب ولادك في بعض الأحيان
خارجين عن قدرتك على السيطرة، مش عيب ابدا ان انت تروحي لمعالجة ولا طبيبة نفسية تساعدك. في ناس كتير اطباء ومعالجين محترمين وموثوقين وكمان بيشتغلوا في مستشفيات حكومية باسعار رمزية جدا، يعني ملكيش حجة. وممكن تكوني كمان محتاجة تودي ولادك علشان يتعالجوا ويتخطوا ويتعافوا من اساءات الطفولة والجراح النفسية اللي سببها لهم الضرب. ولو سمحتي اصبري على النتائج، اللي اتهد في سنين مش هيتصلح بين يوم وليلة. تالت حاجة، دوري على المناطق المشتركة بينك وبين ولادك، خديهم وسافروا، خديهم واخرجوا، اي حاجة على قد امكانياتكم. المهم ان انتي تحاولي تبني معاهم شوية ذكريات ايجابية تمحي شوية ولو بشكل جزئي الاثار السلبية والجراح اللي جواهم تجاهك بسبب ضربك ليهم. شغلوا اغاني في البيت، اتفرجوا على فيلم ولا مسلسل محترم مع بعض واقعدوا اتكلموا واضحكوا. لازم تبذلي مجهود عشان تكوني ذكريات جميلة معاهم. واخر حاجة، قللي العقاب وحوليه لتحمل مسؤولية. يعني مش كل حاجة عقاب وزعيق وحرمان وضرب، احنا بنحاول نصلح ونبني العلاقة من جديد. فلو سمحتي سيبي مساحة للأخطاء عشان يتعلموا ويتحملوا مسؤولية أفعالهم فيتصرفوا بشكل أحسن، فلما يكبروا يوم ورا يوم يعرفوا ياخدوا قرارات أنضج. فبعد كده لما ولادك يغلطوا، بدل ما تروحي تضربيهم تشوفي المشكلة فين، ايه المهارة او ايه المعلومة اللي مفتقدينها اللي لما يعرفوها ويتعلموها يتصرفوا بشكل احسن، فالغلط ما يتكررش تاني. وربنا يهدينا ويعلمنا كل حاجة فيها خير لولادنا يا رب. سلام عليكم.